ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. لو اول مرة تشوفوني، انا ياسمين ودي قناتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك، تشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهاتي. وكمان ما تنسيش الكومنت، الامر اللي هتصلي بيه على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يلا بقى بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. وقبل ما نبدأ الفيديو، لو عليكي صلاة دلوقتي وقفي الفيديو وصلي، دي امانة بيني وبينك قدام ربنا ليوم الدين. ويلا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. فيديو النهاردة من اكتر الفيديوهات اللي جالي عليه اسئلة كتير جدا جدا، وطبعا ما ينفعش ان يجيلي يعني تقريبا كل فيديو بنزله لازم يكون عندي كومنت او اتنين على نفس السؤال. طيب انا مش هينفع اجاوب واحد واتنين واسيب الباقي، فلازم اعمل فيديو عشان الكل يستفيد. ياسمين، هو انت بتدي اولادك مصروف قد ايه؟ ياسمين، ازاي نتعامل مع اولادنا في نقطة المصروف؟ لان المصروف يا بنات عايزة اقول لكم بيهلك الميزانية جدا جدا. سيبك من الميزانية، هنقول صحة ولادنا. فين صحة ولادنا؟ يعني هنقول نسيب من الفلوس دي ملهاش اي 30 لازمة، هو نرميها اهي. صحتهم اهم حاجة في الدنيا. والله يا بنات كل الحاجات اللي بنشتريها من بره دي سموم. انا بدي لابني سم، مواد حافظة، والله اعلى واعلم الصلاحيات اللي بتبقى مكتوبة في الحاجات دي هل هي صح ولا غلط. يعني ممكن يكون بس حاطينها عشان الرقابة وعشان وزارة الصحة والكلام ده كله، وعشان يعني فاهمين قصدي. انا ايش ضمني ان الحاجات دي مش بايظة او وحشة؟ انتوا عارفين ان الحاجات اللي بتبقى صلاحيتها منتهية يا بنات بترجع المصانع تاني وبيخلطوها تاني مع الحاجات الكويسة. دي ليا صديقة قالت لي ان هي كانت شغالة في مصنع مربى، ومصنع ليه اسم ومعروف جدا جدا وكلنا بنشتري منه. بتقولي ان المربى اللي بتكون خلاص صلاحيتها بتنتهي بترجع تاني المصنع، بتتحط في برميل كبير قوي، وبيشيلوا الاستيكر من على البرطمانات وبينضفوا البرطمانات كويس جدا جدا، وبيخلطوا المربى دي مع المربى الجديدة المنتهي على اللي مش منتهي. انتوا فاهمين حاجة؟ طبعا بقى مكسبات الطعم بقى والحاجات اللي بيحطوها والكلام ده كله والمواد الحافظة. انا بدي لولادي سموم، حاجات بايظه، حاجات انا معرفلهاش اي مصدر. وفي نفس الوقت ايه ياسمين، احنا مش هنقدر نحرم ولادنا، دول بيبصوا على ولاد الناس. يعني دلوقتي لو اديتك سم، قلت لك مثلا إيه، واحد ماسك في ايده سم وعايز يموت نفسه، اقول وابنك شافه وعايز يقلده، لا انا هسيبه يقلده عشان خاطر ما يحسش بحرمان او يحس ان هو مختلف عن الاخرين؟ لا لا يا بنات. بصوا بقى، هنحسم الجدل في المصروف، في نقطة المصروف بتاعت ولادنا. أنا زوجي فعلا بيديني مصروف لأولادي بالشهر، تمام؟ المبلغ اللي أنا باخده لأولادي 300 جنيه. أنا باخد لأولادي 300 جنيه في الشهر مصروف، لكل طفل 5 جنيه، 10 جنيه في اليوم، 300 جنيه. وأنا باخد 100 جنيه في الأسبوع، كل أسبوع 100 جنيه، يعني أنا ليا 400 جنيه في الشهر ليا أنا لوحدي، و300 جنيه للولاد، تمام؟ أنا باخد مصروفي بالأسبوع، وولادي بياخدوا مصروفهم بالشهر. خلاص؟ ايه السبب؟ دي حاجة شخصية بصراحة، يعني مش لازم اسباب، المهم ان انا ليا كل شهر من زوجي 400 جنيه مصروف شخصي، تمام؟ دول بتوع ولادي، هنسيبنا من دول، دي بتاعتي. تعال نخش في ولادنا لان ده موضوع الفيديو. انا بعمل ايه؟ ولا اي حاجة. 300 جنيه دول بقسمهم على كل اسبوع، كل اسبوع 70 جنيه، ماشي؟ الاسبوع فيه 7 ايام، في 10 ب70 جنيه. بعمل ايه؟ بدي لولادي مثلا 10 جنيه، بدي مثلا يوسف 10 وياسمين 10، ادي 20 من 70 جنيه، 50. ينزلوا بقى يجيبوا حاجات معينة، مثلا ايس كريم، مثلا يشربوا عصير قصب من بتاع العصير، فاهمين قصدي؟ حاجات انا فاهمة يعني مصادرها عاملة زي، حتى الايس كريم مش مضمون، عصير القصب مضمون. ففي الغالب بيعملوا ايه ولادي؟ بيروحوا يجيبوا ب5 جنيه ايس كريم، وبال5 جنيه التاني بيجيبوا كيس صغنن كده عصير قصب. انا ما حرمتهمش من حاجه، والحاجه دي بتحصل يوم الجمعه، تمام؟ انا كلمتكم قبل كده قلت لكم ان المصروف ده بيتاخد يوم الجمعه، ماشي؟
الباقي بقى بيروح فين؟ ال50 جنيه الباقية بعمل ايه؟ باخد من ال50 جنيه 20 جنيه، وال30 جنيه بحطها لولادي في الحصالة. ال20 جنيه دي بعمل بيها ايه؟ ممكن انا مثلا عايزة اعمل كيك، ممكن بال20 جنيه دول البيضة ب5 جنيه بجيب بيضتين ب10 جنيه بركنهم على جنب وأعمل بيهم الكيك. أنا دايما بجيب في الشهر بتاعي الدقيق والبيكنج باودر واللبن والكلام ده بجيبه بالشهر، فاهمين؟ ممكن البيض ما اجيبوش مثلا بالشهر، فممكن اجي اشتري بيضتين واعمل صينية كيك ليهم. ال10 جنيه التانية ممكن نجيب مثلا ب5 جنيه فشار، وبال5 جنيه مثلا نكهة. طبعا النكهة مش صحية، ساعات ما بجيبهاش وبحط ملح عادي وبناكلها مفيش اي مشكلة. ممكن اجيب 5 مقرمشات او 5 جنيه مثلا، اللهم صل على النبي، فشار، ونعمل فشار في البيت. ممكن بالفلوس دي برضو اجيب بال20 جنيه دي مثلا 10 جنيه كاكاو وبيض واعمل لهم كب. عارفين الاكواب بتاعت الجاتو؟ كنت بعمل لهم ايه؟ اعمل صينيه جاتو صغننه كده، صينيه كيك صغننه بالشوكولاته، اقطع الكيك، احط طبقه كيك، طبقه بودنج شوكولاته، طبقه كيك، طبقه بودنج شوكولاته، واحط لهم ايه؟ كاكاو، ارشه لهم من فوق او صوص شوكولاته من فوق، وكانوا ياكلوه خطير خطير يا بنات. ممكن مثلا بال20 جنيه دول اجيب على قدهم لبن، اجيب مثلا نص كيلو لبن ب15 جنيه، واجيب ب5 جنيه نشا، واعمل لهم مثلا بودنج بالشوكولاته في كوبايات صغننه خالص كده، بحطها لهم وبزينهم بسبرينج او اي حاجه من فوق وياكلوها. حاجات كتير قوي، بدايل كتير قوي للحاجات الوحشه النوتي اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت ونقول لولادنا ومش عارفه ايه وهيحسوا بحرمان خالص. العصاير بجيب لهم، اللهم صل على النبي، الفواكه وبجمدها في الفريزر، وبعد كده بقطعهم وبعمل لهم عصير ساقع كده فريش حلو. الايس كريم عملت لكم قبل كده الايس كريم مرتين، عملت لكم ايس كريم بالموز. بجيب الموز بقطعه وبحطه في الفريزر بيتفرزن، بطلعه هو مجمد، بحط عليه معلقتين كاكاو ونص كوبايه حليب ونص كوبايه سكر، واعمل احلى ايس كريم شوكليت بطعم الموز. خطير يا بنات. ممكن تجيبي حبه شويه شوكليت شيبس كده وتحطيهم في قلبها، يبقى خطير. تعملي لهم الكب كيك في البيت، هاتي كده ب10 جنيه من هايبر القدس الشوكليت شيبس الصغننه، واعملي لهم كيك عادي، كيك العادي بيض ولبن ودقيق والكلام ده كله وزيت، وحطيه في الكب كيك كده، ورشي من فوق كده شويه مثلا شوكليت شيبس، هيبقى خطير ويبقى زي بتاع الافران بالظبط يا بنات. دي بقى كده احنا بنحافظ على صحة اولادنا اللي ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا عليها. ايه فايدة ان انا ادي ولادي الفلوس دي وبعد كده اجري بيهم؟ فاهمين حاجة؟ انتوا عارفين ان المواد الحافظة دي على المدى البعيد بتعمل اورام سرطانية؟ دي مستنية ايه؟ مستنية ان انت تجري بولادك في مستشفيات وما تلاقيش لابنك لا قدر الله سرير يتحجز بيه عشان انت كنت في يوم من الايام خايفة ان ابنك يحس بالحرمان او يبص على زمايله، او عشان خاطر مثلا لا مثلا انا هاخد منه الفلوس دي واحوشها له، ده انا كده بحرمه، ده انا كده ام وحشة. مفيش الكلام ده خالص. مفيش ام يعني بتكره ولادها، مفيش ام بتحرم ولادها. ده احنا بننزل نشتغل وبنقطع راحتنا وصحتنا وكل ده عشان خاطر ولادنا. فمش الفلوس دي هي اللي هتخلي ولادنا مبسوطين ابدا ابدا. انت ممكن ما تحسيش بالحاجة دي دلوقتي، الحاجات دي بتبقى تراكمات على المدى البعيد، هيحس بيها لما يكبر، هيلاقيها في صحته، هيلاقيها في مشاكل في المعدة، في القولون، لا قدر الله اورام سرطانية، حاجات فظيعة احنا مش مستوعبينها. الناس دي عايشين بره بيحاربونا بالغذاء، ده سلاحهم الغذاء، يحطوا لنا كده سم في الاكل وياكلونا عشان يبيدونا. فاهمين قصدي؟ فانا بنصحكم لوجه الله ان انتوا تبعدوا ولادكم عن الحاجات دي، وعلى قد ما تقدروا خشوا اليوتيوب، بقى فيه بصي بدايل كتير قوي. ده دلوقتي يا بنات الجيلي بقى يعملوا منه الكاندي، يعني بقوا خلاص بقوا كله بقى يخترع دلوقتي، يعني بقى يجيبوا القوالب السيليكون ويجيبوا الجيلي ويحطوا مثلا بدل كوبايتين ميه كوبايه ميه عشان يعملوا لولاد الكاندي واسمه ايه اللي كنا بنعمله، بيبسي كولا. فاكرين البيبسي كولا والكاندي والحاجات دي؟ بقى يعملوها في البيت للولاد. كل حاجه دلوقتي بقى ليها بدايل، وكل حاجه دلوقتي بقت تتعمل في البيت. الجيلي انت ممكن تجيبي اكواب نص الكوبايه تعمليها
مثلا مهلبية بالفانيليا وتسيبيها تجمد، وبعد كده النص التاني تجلي، يبقى نص ابيض ونص بينك، هيبقى شكلها قمر قوي قوي وهيبقى طعمها حلو وخطير. ممكن كمان تعملي البودنج، نص كوبايه بودنج بالفانيليا والنص التاني بودنج بالشوكولاته، خطير. هعملها لكم ان شاء الله في القناه باذن الله وهتعجبكم قوي قوي. فده افضل بكتير يا بنات. يعني مش قادره اقول لكم. انا حاليا بجمد الفاكهه وبعملها ايس كريم. بجيب الفروتي، عارفين اكياس الفروتي، بجيبها وبعملها لوليتا. ولادنا بيعشقوا اللوليتا، انا عملتها في القناه بتاعتي وناس كتير قوي شكرتني عليها. بجيب اكياس التانج، اكياس الفروتي، طبعا التانج بقى مقطع فبقيت اجيب الفروتي مصري، بجيبه بخففه بشويه ميه وبحطه في اكواب، وبحط المعالق او اي حاجه كده او قوالب الايس كريم، وبطلعه بديها لاولادي كل واحد واحده وشكرا. مش اسهل من كده. منها ان انا رضيت ولادي وعملت لهم كل اللي نفسهم فيه، ومنها ان انا وفرت الفلوس دي بحطها في الحصاله. ال 30 جنيه اللي انا بشيلهم دول 30 في 4 120 جنيه بشيلهم لاولادي كل شهر. بعد كده بنتفسح بيهم. ولادي اي حاجه نفسهم فيها بيجيبوها. كان يوسف من فتره كان نفسه في مكعبات، فتح الحصاله بتاعته جاب بوكس مكعبات كبير، شنطه كبيره مليانه مكعبات، كانت ب 120 جنيه تقريبا. جابها من لا كان ب 115 حاجه زي كده، جابها من مصروفه. لكم ان تتخيلوا بقى فرحته بقى، وهو جاي بقى وبيوري بابا بيقول له بصي يا بابي ده من فلوسي ومش عارفه ايه، وكان فرحان وهو واخته قاعدين يلعبوا مع بعض بيها. فحاجات بسيطه تقدري تعمليها من الفلوس دي تفرحي ولادك وما تاذيهمش في حاجه وما تحرمهمش، وفي نفس الوقت ما ترميش ودانك مع حد. على فكره انا طبيعتي ما برميش وداني مع الناس قوي، فاهمين قصدي؟ ممكن حد ينصحني نصيحه، لو لقيت النصيحه دي مناسبه ليا لازم يعني اخد بيها. لو لقيت النصيحة دي مش مناسبة ليا، أنا بتكلم بمنتهى الذوق والأدب إن النصيحة دي على عيني وعلى راسي، ولكن هي غير مناسبة ليا. ليه؟ عشان أنا يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى عارفة صحة ولادي واصلة لحد فين، طبيعة جسم أولادي إيه. ولادي ممكن يكون عندهم لا قدر الله حساسية من حاجات معينة فبمنعها عنهم. في ناس كتير بيبقى عندهم حساسية ومبيبقاش عارفين ولادهم الحساسية دي جاية لهم منين. ما راقبي أكلهم، راقبي بياكلوا ايه من بره او بياخدوا ايه من بره، او السناكس اللي بياخدوها من بره دي ايه. وممكن ابنك يكون عنده حساسيه من ماده حافظه معينه، او حساسيه مثلا من الشوكليت، او حساسيه من نوع من انواع المكسرات، او حساسيه من الدقيق. في اطفال كتير بيبقى عندهم حساسيه من الدقيق. فليه احنا نعرض ولادنا للخطر؟ حافظوا على ولادكم امانه. وادي ال 300 جنيه دول هيتاخد منهم 120 جنيه، والباقي هيبقى ان شاء الله كده لولادي. ودي ال 100 جنيه دي بتاعتي مصروفي. طبعا مصروفي انا بوفره، اللي 400 جنيه بتوع كلهم بحطهم في الحصاله وبوفرهم. ليه؟ لان انتوا زي ما انتوا عارفين انا ليا هدف معين ماشيه فيه وان شاء الله مكمله فيه، دعواتكم. وانا بشكركم من كل قلبي. كل واحد بيكتب لي كومنت ولكم بالمثل ان شاء الله وزياده. كل واحد بيسعد قلبي ويفرح قلبي ويخش يشترك في قناتي، شكرا ليكم والله العظيم. والله العظيم انتوا بتسعدوا ياسمين من غير ما تحسوا. انتوا يعني يكاد تكونوا بتاخدوا كل يوم ثواب كده. من ممكن تبقي قاعده بتتفرجي عليا عادي وانت اصلا بتاخدي ثواب. ليه؟ عشان الكومنت اللي انت هتحطيه ليكي دعوه. والله كل ما بشوف كومنت بقول ربنا يا رب يجازيكي خير، ربنا يسعد قلبك، ربنا يفرح قلبك. ليه؟ بتضيعوا وقتكم عشان عايزين اكتر من كده؟ عايزين ايه يعني؟ حاجه تسعد اكتر من كده. انا بحبكم في الله. شكرا ليكم حبايب قلبي. حافظوا على ولادكم، صحه ولادنا اغلى من الفلوس على فكره. يلا لو عجبكم الفيديو متنسونيش باللايك الشير والسبسكرايب، واشوفكم على خير فيديوهات حلوه كتير. مع السلامه. متنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. تصبحوا على خير واشوفكم على خير. مع السلامه. باي باي.